السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في البداية نصلي على النبي ونستغفر الله. بصوا يا جماعة، أهم حاجة تصلي على النبي. طالما بتصلي على النبي في مزرعتك هتنجح، دورتك هتطلع. ماشي. الحلقة النهاردة حلقة مهمة جدا. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على أساس الدورة، أساس النجاح. لو الدورة نجحت معاك، عدت معاك السبع أيام الأولانيين، تمام؟ أنت كده في الأمان. بس مش معنى كده تهمل، لا، دول كده مرحله الخطر. عديت 70 80% من الخطر. تمام. اول حاجه، اول يوم هتستقبل طبعا تكون مجهز مكانك، زي ما احنا قبل كده اتكلمنا في الموضوع ده. هتجهز مكانك. لو بتربي في الارض هتفرش التبن بتاعك قبلها بيوم. درجه الحراره 33، ما تقلش عن كده. الرطوبه مهمه. الرطوبه لو درجه الحراره مظبوطه، الرطوبه نازله، الكتاكيت ممكن تموت منك. الرطوبه دي بتموت الكتاكيت. يعني الرطوبه لو وصلت معاك 30 ولا 35، كده خلاص هيجي لهم كساح وهيموتوا. فخلي بالك، الرطوبه لازم يبقى عندك ترمومتر فيه رطوبه. لو بتربي عدد لازم يكون عندك ترمومتر يكون فيه رطوبه. شوف بكرر لك ازاي. هتستقبل على محلول جفاف، ماشي، لحد ايه؟ لحد الفجر. تقوم الفجر او الساعه 7 تحط لهم المضاد الحيوي بتاعهم، بس حاجه خفيفه. مضاد حيوي خفيف، يعني ايه؟ من البيطري بتاعك. ان شاء الله هنبقى نطلعوا في حلقات تانية نقولوا ايه اساميها عشان ما نطولوش، بس اسامي المضادات الحيويه اللي جواها. 8 ساعات مضاد حيوي، 8 ساعات ميه، 8 ساعات الف د ه 3. تمام. عاوز 12 و12 براحتك، بس انا عشان عاوز اوفر لك في العلاج. العلاج المفعول بيروح بعد ال8 ساعات. مش قادر تغير الا مرتين، مفيش مشكله، اللي يريحك. 3 ايام 3 ايام مضاد حيوي والف د ه 3. اليوم الرابع هنحطه ايه؟ سيلينيوم عشان يرفع عندنا المناعه. تمام. وهنحطه كاف كولين عشان رجليهم يا جماعه، عشان لو ما يجيلهمش كساح. الكاف كولين ده مهم جدا، لازم تحطه. يبقى كده معانا ايه؟ ال6 ايام اهوت. ماشي. اليوم السابع هنحط املاح. تمام. 3 سم على اللتر. الاملاح يا جماعه 3 سم على اللتر، مفيش حاجه اسمها سنتي. وتجيب نوع املاح كويس. لازم يبقى عندك علاجك، لازم يبقى عندك حاجتك، حتى لو ما عندكش ازاز زي كده اهوت، يبقى عندك ايه؟ محضر حاجتك، حتى لو اشتريت عبوات صغيره بس تبقى عندك في المكان. الرطوبه بقى ايه؟ نزلت عندك لل 30 ولا 35، عاوز ترفعها تعمل ايه؟ هتجيب شويه الخيش، تبله وتعلقه في المزرعه عندك او في الغرفه اللي بتربي فيها. لازم يبقى عندك بخاخه زي ديت. ماشي. البخاخه زي دي يا جماعه تبقى مهمه جدا في ايه؟ في المزرعه. الرطوبه ساعات بتنزل، هتعمل ايه؟ البخازه دي رذاذ الميه هترش بيه ايه؟ على الفرشه، على التبنه او النشاره. رش، ما تخافش، انا بقول لك رش، بس رش ايه؟ ما تغرقليش الدنيا. رشه كده بس، ما ترشش على الكتاكيت. هترش كتاكيت الناحيه الثانيه وترش. ماشي. رذاذ ميه هيرفع معاك الرطوبه. اوعى تسيب الرطوبه يا جماعه، عشان دي كانت في مشكله يا جماعه بسبب الرطوبه. تمام. وكان الشخص عاوز يظلم شركه الكتاكيت، بس هي كانت مشكلته. عشان ما تظلموش حد، عشان ما تظلموش اي موزع. تمام. بس اهتميت بالكلام دوت هتبقى زي الفل. تمام. اليوم السابع غسيل كلوي، سقوه غسيل كلوي مع سقوه املاح. املاح. هتلاقي الدنيا ظبطت معاك وزي الفل. وفي النهايه اعمل لي لايك ومتابعه وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.